هل ممكن يحصل صدام عسكري بين مصر وأثيوبيا؟ وهل الجيش الإثيوبي في قوة المنافسة مع الجيش المصري؟ هم ليه الأثيوبيين مرعوبين بعد ما القوات المصرية راحت الصومال واستعراضهم لأنظمة الدفاع الجوي عندهم وتحريكهم للقوات من الشرق للغرب ومن الغرب للشرق وحاجات غريبة كانت بتحصل عندهم، حين إن كل اللي مصر بعتته هناك هو بس مجرد طيارتين يعني مش أكتر. امال لو مصر بقى كانت بعتت اسطول كان عملوا ايه؟ تعالوا نشوف ملخص الوضع. كل اللي عملته مصر انها ارسلت طيارتين عسكريتين للصومال، ده بناء على الاتفاقيه العسكريه اللي عقدتها مصر مع الصومال خلال شهر اغسطس الماضي، وده ضمن قوات حفظ السلام التابعه للاتحاد الافريقي موجوده في الصومال، وهيتم احلال القوات الاثيوبيه الموجوده حاليا بالقوات المصريه لان الصومال رافضه الوجود الاثيوبي هناك. جزء من القوات دي اللي بيقدر عددها بحوالي 10,000 جندي مصري هيشارك في حمايه المنشآت الحيويه في الصومال، وجزء تاني هيشارك في تدريب وتأهيل الجيش الصومالي للقتال. والغرض الغير معلن واللي انا شايفاه اكثر اهميه هو حفظ وحمايه امن مصر المائي سواء من جهه سد النهضه او من جهه البحر الاحمر، وده لان ابي احمد رئيس اثيوبيا بيقول ان مصر والسودان ما لهمش حق في ميه النيل. تخيلوا حجته في كده، بيقول ان النيل مش بينبع من اراضيهم، وبيقول ان زي ما مصر والسودان عايزين حصه في ميه النيل هو كمان من حقه حصه في البحر الاحمر، اساسا ان دولته يعني اثيوبيا دوله حبيسه وملهاش حدود على البحر. بصراحه منطق مختل. قام عمل ايه؟ راح لدوله ارض الصومال اللي هي انفصلت عن الصومال، قال لها انا هعترف بيكي، ما حدش لسه معترف بيها في العالم، وقال لها هعترف بيكي مقابل ان انا اخد طول مساحه 20 كيلو متر على طول الشريط الساحلي اللي هو بيطلع على خليج عدن وقريب من باب المندب، يعني ليه منفذ للبحر الاحمر، مقابل ان هو كمان يديها حصه من خطوط الجويه الاثيوبيه. طبعا الكلام ده كله كان ضد اراده الصومال نفسها، فطردت سفير اثيوبيا وصعدت الموضوع وعملت الاتفاقيه العسكريه ما بينها وبين مصر وجيبوتي. جيبوتي عشان تحل الموضوع وتخلي الموضوع يتلم عرضت على اثيوبيا انها تديها ميناء تاجورا، ده ميناء في جيبوتي، بحيث ان اثيوبيا تديره اداره كامله 100% وبحيث انها تستخدمه في الاغراض التجاريه بتاعتها. لكن اثيوبيا رفضت العرض. يعني اذا غرض اثيوبيا مش انها تاخد منفذ بحري على البحر الاحمر علشان معاملاتها التجاريه، لا هي ليها غرض تاني، هي عايزه يكون لها تواجد عسكري على البحر الاحمر. ومن هنا فهي بتهدد الامن المائي المصري سواء من جهه البحر الاحمر او من جهه منابع النيل عندها في سد النهضه. اكبر دليل على سوء نوايا اثيوبيا تجاه مصر انها بعد ما مصر راحت الصومال قفلت البوابات اللي بتدخل الميه على مصر والسودان، لكنها اضطرت انها تفتح البوابات دي لان جسم السد كان هيتاثر وممكن كمان كان ينهار، مش هيستوعب كميه الميه المتخزنه فيه دي، لازم الميه يحصل لها تدفق او سريان، فما ينفعش ان هو قافلينه فتره طويله. فربنا سبحانه وتعالى رد كيدهم في نحرهم. كمان كان في قمه في الصين قريب لاحتواء الوضع، لكن رئيس الصومال رفض ان هو يقابل رئيس الوزراء الاثيوبي. طب هل دول الجوار المحاوطه باثيوبيا راضيه عن الوضع اللي بتعمله اثيوبيا ده واللي تخترقها للامن الصومالي والامن المصري؟ الجامعة العربية والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والدول الإفريقية، معظم الدول الإفريقية رافضين الوضع اللي بتعمله إثيوبيا في الصومال، الاتفاق اللي عملته اثيوبيا مع صومالي لاند او ارض الصومال. جدير بالذكر ان ارض الصومال كانت تحت الاحتلال البريطاني والصومال نفسها كانت تحت الاحتلال الايطالي، وان الاثنين اتخلصوا من الاحتلال وتم توحيدهم تحت مظله جمهوريه الصومال سنه 1960. احد المسؤولين في الجيش الاثيوبي بيقول ان المصريين هم الهيستوريكال انيميز اللي هم الاعداء التاريخيين، تخيلوا، وبيقول على القوات المصريه اللي راحت الصومال بانهم عصابه. والله الواحد ما عارف مين العصابه بالظبط. طب وما دام احنا اعدائكم التاريخيين، المفاوضات اللي كانت على مدار 13 سنه بخصوص سد النهضه دي كانت على الارض صح؟ وانتوا بتنيمونا بيها علشان تمشوا انتوا في مشروعكم الخبيث وتكملوا السد لحد ما قربتوا تملوا الملء الخامس. مين بقى العصابه بالظبط؟ وهل فعلا المغرب واقفه مع اثيوبيا ضد مصر؟ عايزه اقول لكم ان الفيديو المتداول لسفيره المغرب في اثيوبيا هو فيديو قديم من مايو 2023، وان للاسف في اوقات زي كده هتلاقوا ان في معلومات كتيره مغلوطه وفيديوهات قديمه بتطلع، والوقت ده بيتطلب مننا الاتحاد وان احنا ما نلتفتش لاي اشاعات او اخبار مغرضه، لان المغرب عمرها ما هتعمل ضد مصر، وكونها تتعامل مع اثيوبيا في تعاملات بالفعل ما بين اثيوبيا والمغرب، لكن ده كله ملوش دعوه بالامن المصري، وان الاتفاقات دي قائمه بالفعل من قبل ما يحصل التوترات ما بين مصر واثيوبيا. ومن الاخبار المهمه جدا الخاصه بصناعه السيارات الكهربائيه، قررت فولكس فاجن اغلاق بعض المصانع ليها في المانيا لتدهور المبيعات، ده في سابقه من 87 سنه ما حصلش انها تقفل اي مصانع ليها في المانيا. وبعد وجود انكماش في الاقتصاد الالماني اكتر من الانكماش اللي حصل على 2023، توقع رئيس الغرفه التجاريه هناك في المانيا وقال ان المصانع هناك هتتحول لمتاحف، وده على غرار الازمه الاقتصاديه اللي بتواجهها المانيا واوروبا بوجه عام. رئيس أركان الجيش المصري بيزوروا الحدود ما بيننا وما بين محور فيلادلفيا وقطاع غزة، كمان قعد مع الجنود وأكل معاهم. قوات الكيان دلوقتي موجودة في محور فيلادلفيا وكمان بيسفلتوا الطرق، يعني ده في إشارة إن هم مش هيخرجوا من المحور ده، وفي ده إشارة صريحة لخرق اتفاقية السلام في كامب ديفيد اللي تم توقيعها سنة 1979. فزيارة رئيس أركان الجيش المصري لحدود في الوقت ده ليها الكثير من المدلولات.